بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم مع محمد كابو. بقالي فتره طويله جدا ما بعملش فيديوهات لان قرفان اصلا من الوسط الرياضي ومجال الرياضه كله زفت في زفت. بقالي فتره طويله جدا ما بعملش فيديوهات، بس خلاص بقى طفح على الكيل بعد ماتش الزفت اللي اتعمل امبارح مع الاهلي وصن داونز. 5 امبارح نتيجه لتاني مره زي الخرا. لا، الواحد لازم بقى يتكلم في بعض المواضيع كده اللي خلاص بقى ما عادش السكوت عليه. انا طبعا حكايه المدير الفن واللعيبه والاداره والحاجات دي كلها الواحد هيجي ليها طبعا هيتكلم فيها، ده شيء اكيد. بس في نقطه قبل ما اتكلم في الموضوع بقى اللعيبه والاداره والحاجات دي. يا جماعه يا جماعه، اللي بتدور الرياضه المصريه في مصر، هي مصر مالها؟ ام الدنيا مالها فيها ايه؟ مسؤولين عن البلد. احنا ليه بنلعب بدون جمهور؟ اشمعنى احنا البلد الوحيده على الكوكب كله بيلعب بدون جمهور؟ ليه احنا لما بنطلع بره بنلبس في الحيط دايما وبنقلل الاستاد كله متقفل، وناس بتدخل ببلاش وناس بتعمل حفلات قبل المباراه؟ علشان هي دي الرياضه وعشان هي دي الكوره. محدش عاوز يتجه للسكه دي ويتكلم فيها. قال لي انا مش عارف، هي بتعض. هي حكايه اللي الجماهير دي ترجع المدرجات تاني بتعض. هو احنا مش بنشوف حفلات لفنانين بيبقى فيها بالخمسين والاربعين الف متفرج، وبيبقى بيرقصوا وبيغنوا وبيلبسوا لبس استغفر الله العظيم يا رب؟ هل هو ده النهج بتاع بلدنا؟ هل هي دي مصر اللي احنا عايزينها؟ يبقى في الحفلات ندخل ونرقص ونغني، وفي الرياضه اللي هي الكوره اللي هي اقتصاد دي دول ممنوع دخول الجماهير ليه؟ وبتطلب مني انا كمشجع لما مصر تيجي تلعب افتح لي المدرجات دخل لي 50,000. معلش مع احترامي لمصر، دي مصر دي امنا كلنا. بس انت لما تعوزني لما انت تكون محتاجني تعالى انا عاوزك، ولما اكون انا محتاجك تقول لي لا مش عايزك ما تجيليش. طب وليه؟ ليه كده؟ ليه احنا بنحب البلد دي؟ ليه انتوا عاوزين تكرهونا فيها؟ ليه ما تفتحوا المدرجات؟ اللعيبه اللي بتلعب كوره دي وبتشيل بتتغلب وبتروح تفضحنا بره ما بتلعبش ضد جمهور. فده المستوى الحقيقي، وهو ده اللي المفروض الناس تتكلم فيه قبل كل شيء، قبل لعيبه قبل مدراره. انت ما بتدخلش جمهور ليه؟ ليه انا اروح العب في سان داونز هناك الاقي الاستاد متقفل؟ ليه الزمالك يروح يلاعب تونس في يلاقي الترجي الاستاد كله مفتوح والمدرج كان ممنوع الدوله فتحته والمدرج بيخش؟ ويروح الزمالك يروح يلعب في الجزائر كان بيلعب في ملعب قديم قام رجعوه تاني الملعب بتاعه الاساسي عشان يروح يحضر جمهور؟ ليه الدول العربيه دي والدول الافريقيه احسن مننا احنا في ايه؟ يا باشا دخل جمهور واللي يغلط حاسبه. انا ما بقولكش اللي يغلط ما يتحاسبش، اللي يغلط يتحاسب. هي فيها مشكله؟ فيها مشكله لو جمهور الاهلي غلط حاسب جمهور الاهلي، ما تعاقبش الجمهور التاني. وجمهور الزمالك لو غلط حاسب جمهور الزمالك وما تحاسبش جمهور الاهلي. ايه هو ده الصح؟ حاسب اللي بيغلط، لكن ما الحاسه اللي بتخص بالساهل بتعم دي ما ينفعش. ما ينفعش يا جماعه وربنا. احنا الكره المصريه بتضيع علشان اللعيبه بتلعب بدون جمهور، ولما بتلبس في الحيط وبتروح تلعب في اي بطوله تانية بتلاقي جماهير رقابه بتخبط. ما اللعيبه دي ما لعبتش تحت ضغط، هتطلب منها ايه؟ انا مش بعفو عن اللعيبه انا جاي لدورها دلوقتي، بس انا عندي نمره واحد دلوقتي في الليله دي كلها هي الجمهور. ما حدش بيخش يعني 5000 ويعني 10,000 يبقى انا كده بحبحتها عليك. ليه السد بيتلعب فيه 70,000 دخل لي 5000 و10000 ليه؟ فيها ايه؟ ما انت بتدخل المغنيين يا سامي يا فندم، بتدخل المغنيين ليه؟ ما انت لو بتمنع المغنيين هقول لك خلاص دي سياسه الدوله بقى، منع لحد يروح ومحد يجي. بس انت تعمل لي حفلات لفنانين ورقصيات تدخل لي بيها بالالوفات بال40 وال50 الف، وانا بتفرج على رياضه وعلى كوره وعلى اقتصاد اصلا دول قايمه على الكوره، تقول لي بدون جمهور ليه يا فندم؟ عملت لك انا ايه؟ في ايه بيني وبينك؟ انا عاوز اخش اتفرج على النادي بتاعي اللي انا بحبه بادب واحترام، غلطت تعالى هاتني. ما انت عندك بياناتي كلها هناك، الفون اي دي كل حاجه متسجله عندك، وعندك صورتي في الاستادات. تعالى يا حبيبي انت غلطت اقعد جنب البيت، اقعد هنا ممنوع دخول الاستاد. طبق القانون يا فندم، طبق القانون ودخل الجماهير حضرتك. احنا بنتسوح، احنا بنغرق، الكره المصريه بتغرق، واللي بيديروا الرياضه المصريه مش فاهمين حاجه، مش فاهمين ومش متوعبين الكلام اللي انا بقوله ده. دي سمعه مصر يا جدعان، دي سمعه بلد. يا ريت تدخلوا الجمهور، ويا ريت انا بطلب لاول مره ان الفيديو بتاعي ده حد يشوفه ولا حد يسمعه من المسؤولين اللي بيديروا الرياضه في مصر. عمري ما طلبتها لحد يشوف فيديو ولا حد يعمل لي لايك ولا حد يعمل لي اي حاجه. انا راجل اهلاوي وبحب اطلع اتكلم مع الناس كده بتلقائيه، ولا تقول لي شير لي فيديو ولا تقول لي لايكات. بس انا عاوز الفيديو ده بالذات يوصل لابعد مدى، يوصل للي يوصل له في البلد،
يشوف قصه الجمهور دي ايه. دي نقطه انا اتكلمت فيها، قصه الجمهور دي طولت فيها، بس عشان هي دي النقطه والله العظيم اللي تايهه في وسط الدنيا دي كلها. الحاجه الثانيه بقى قبل ما اتكلم على اللعيبه، اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب. يا كابتن محمود، يا كابتن محمود، انت رصيدك عمال يعني يقل معانا، واحنا شايلين لك خاطر وبنحبك. دي لعيبه انت جبتها يا كابتن محمود؟ يا كابتن محمود مش معقول اكون انا راجل مشجع افهم كوره احسن منك يا كابتن محمود، مش معقوله. مين اللعيبه دي؟ هل لعيبه سان داونز احسن من لعيبه الاهلي؟ طب تعالى، الواد رقم 11 اللي جاب الجون ده بيقول لك جايب 3 مليون دولار. هل انت النادي الاهلي مش قادر تجيب واحد زي ده ب 3 مليون دولار؟ وراح تفتح لي فرع في التجمع الخامس، عمال تفتح لي فرع هنا وعمال تفتح لي فرع هنا. انا نادي رياضه يا كابتن محمود، مش نادي اجتماعي، مع احترامي الكامل لكل اعضاء النادي الاهلي، بس النادي الاهلي نادي رياضي. ما تجيب لعيبه. انت كان عندك شهر يناير ما جبتش راس حربه. هي المشكله في راس الحربه؟ المشكله في راس الحربه؟ المشكله مش في راس الحربه يا جدعان. ده انت عاوز باك ليفت وعاوز باك رايت وعاوز ديفندر وعاوز مساك وعاوز جون. انت عايز في كل مركز لعيب اتنين يا كابتن محمود، مش ماسكها في راس الحربه. ويا ريتك لما مسكته في راس الحربه كمان عرفت تجيبه، ده انت ما جبتوش. شهر بحاله وعمال تدور على راس حربه مش عارف تجيب. كابتن محمود الخطيب احسن لاعب في افريقيا، مش عارف تجيب راس حربه ومش عارف تجيب باك ليفت باك يمين مساك مدافع راس حربه، كله مفيش. حارس مرمى اللي بدع في البوظان كلها محمد الشناوي. ليه؟ هو بس احنا كان عندنا احسن من حضر احسن جون في مصر جبنا نادر السيد. ما تطلع يا كابتن، ما تطلع يا عم. مصطفى شوبير ده اديله فرصه، خلي الشناوي يحس ان العيل الصغير ده يقعده. خلي العيل الصغير مصطفى شوبير ده ياخد الفرصه ويحرك الشناوي علشان يجي بعد كده. لكن احنا مش هنتننا في رقبه الشناوي ده على طول. كل جون في نهائي افريقيا اللي فات الكوره من نص الجون، من نص الملعب تخش. الكوره الثانيه امبارح من نص الملعب تخش. 5 كور تشوط عليه ب5 اجوان. ده ما صدش حاجه، ده 5-5. هو سان داونز دي عقده؟ ودي لعيبه؟ مال ديانجو جاله 5 مليون دولار ولا 6 مليون دولار، ما كنت اطلعه واستفاد بالملايين دي وكنت اطرس حربه. هات تستفاد بالفلوس دي كلها يا كابتن محمود. يا كابتن محمود احنا تعبنا، احنا تعبنا بجد. مش الاهلي اللي يتعمل فيه كده، مش الاهلي اللي يتعمل فيه كده. حضرتك مسؤول انت والمجلس. ومع احترامي لجنه الكوره دي، الفكر القديم ده خلاص انسى بقى. انت جايب لي محسن صلاح وزكريا ناصر، في ناس بتلعب كوره من السبعينات والثمانينات واحنا في 2023. يا كابتن محمود غير العقليه دي. ابوس ايدك، ابوس ايدك. الجمهور الاهلي تعب. مش دي اللعيبه اللي تشيل اسم النادي الاهلي، مش دي اللعيبه. هات لعيبه وهات صفقات باسم النادي الاهلي يا كابتن محمود. هات لعيبه وصفقات باسم النادي الاهلي يا كابتن محمود. النادي الاهلي بيغرق، والله النادي الاهلي بيغرق، وانتوا اللي قدامنا مش شايفين حد غيركم. ما يوم ما يحصل مشكله احنا كجمهور هنصور على المجلس الاداره، ما احنا مش شايفين حد غير المجلس. ولا لعيبه ولا مدير فني، هو المجلس المسؤول قدامي. انت اللي جبت اللعيبه دي، وانت اللي لازم تمشي اللعيبه دي في نهايه الموسم. حتى لو خدت الدوري، ما انت هتاخد الدوري، انت هتاخد الدوري. بس في 13 14 لعيب لازم يمشوا من النادي الاهلي يا جماعه، والله لازم يمشوا من النادي الاهلي، ما يعدوش من ناحيه النادي الاهلي. احنا كنا بنتفرج على ابو تريكه وبركات والجمعه وعماد متعب وجيل ده وفلافيو، كنا بنستمتع كوره. كان هي دي كواليتي النادي الاهلي. وقبل كده من التسعينات كنا بنتفرج على كابتن حسام حسن وابراهيم حسن وشوبير وهشام حنفي ومشير حنفي واحمد فيليكس واحمد كشري. كنا ابو اسامه عربي. كنا بنتفرج على جيل في التسعينات ده كان رهيب. وسمير كمونه عشان ما انساش حد. اتربينا على كده. كواليتي النادي الاهلي، الخامه بتاعت النادي الاهلي. انما طاهر محمد طاهر ايه بس، وبيرسي تاو ايه؟ حتى لو لعب امبارح ماتش حلو، ما انا مش ملزوم مني كل ما عاوز بيرسي تاو العب واروح العبه في جنوب افريقيا. ما هو معايا ما بيأديش هنا. وقفشه وغير قفشه والدفاع والجون وكل حاجه غلط في غلط يا كابتن محمود. يعني سان داونز الفرقه اللي جت امبارح لعبتنا دي، جابت اللعيبه المحترفه دول، انت ما كنتش عارف تجيبهم. يعني الواد رقم 11 ده بيقول لك جاي 3 مليون دولار. طب ما كنت جبته، ما كنت جبت واحد زي ده وجبت غيره. وهناك بياخدوا مرتبات تعبانه، والله بياخدوا مرتبات تعبانه. اللعيب هناك بتلاقيه بياخد 500 دولار ولا 600 دولار، وانت عندك هنا بتدي مليون ونصف دولار، وبتدي لعيب مصر 10 مليون و12 مليون. ليه؟ ويقول لي اجهاد. اجهاد ايه؟ ما تلعب يا عم، ما تلعب يا عم. انت بتاخد ملايين على اللعب ده، اجهاد ايه ونيله ايه؟ ما احنا مطحونين في الشغل وكلهم بنيجي وعاملين زي الجاموسه اللي مربوطه وعماله تلف. اللعيبه دي بتلعب وتخلى عند اهلها دب وتلعب شويه. ايه في ايه؟ في ايه؟ ده تيشيرت النادي الاهلي ده لو جمهور الاهلي لو نزل لعب هيبقى ارجل منكم، اقسم بالله. جمهور الاهلي لو نزل لعب كوره هيبقى ارجل من دي لعيبه. استغفر الله العظيم يا رب. الواحد مش عاوز يغلط ويتنرفز، بس
يا كابتن محمود احنا مش شايفين حد في الدنيا دي غيرك يا كابتن محمود، من الاخر يوم ما يحصل مشكله ولا يحصل اي حاجه في النادي احنا مش هنصور اللي عليك انت يا كابتن محمود. ويا ريت بعد اذن كل اي حد يشوف الفيديو ده، بعد اذنكم الفيديو ده يوصل لاداره النادي الاهلي والمسؤولين في البلد في موضوع الجماهير ده بالذات. يا ريت الفيديو بتاعي دوت يوصل زي ما يوصل. وقبل ما انهي الفيديو ده يا جدعان يعني انا اصل هغلط. سلام عليكم، عشان ما ليش ادب على حد، هغلط. سلام عليكم.